السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناة زد فيتا كرافت. نرحب بالمشتركين الجدد، وإن شاء الله تستفادوا من القناة. دعواتي الدائمة بالفرج للمظلومين وبالشفاء للمرضى. اليوم نشارك معكم كروشيه تونسي، الغرزة الأساسية في الكروشيه التونسي. رايحة ندير فيديو على هذه الغرزة، وفيديو على الزيادة وعلى النقصان بالكروشيه التونسي، لأنه العمل الجاي إن شاء الله يكون فيه كروشيه تونسي. الكروشيه التونسي هو هذا. جاي كروشيه، عنده راس تاع الكروشيه، ولهنا الطول تاعو طويل كما السنارات، وعنده سمك واحد، ماشي كما الكروشيه اللي نخدمو به. نقدروا نخدمو به غير شوية يعني. عنده السمك هنا يكون شوية عريض على الراس. في هذا الكروشيه، الكروشيه التونسي نخدمو ماشي بغرزة واحدة، ماشي بعين واحدة على الكروشيه. كاين نقدروا نعمروه كامل بالعيون كشغل السنارات، لكن تقنية كروشيه. نجبدو وندخلو الخيط بنفس الطريقة تاع الكروشيه العادي، لكن بعدد أكثر من الحلقات على الكروشيه. في هذا الكروشيه فيه أرقام، فيه يعني على حسب سمك الخيط. أصغر واحد لقيته هو 2.5. 2.5 هاوليك، 2.5. كاين حتى الخشين، لكن أقل من 2.5 مكانش. أصغر رقم هو 2.5. كاين تاني هذا الكروشيه التونسي تاني، لكن عنده زوج رؤوس من ومن. هذا يخدموا به الكروشيه التونسي، لكن يعني كيكون عندنا زوج ألوان، ولا يكون العمل يكون دائري. الكروشيه التونسي نديرو به بزاف حوايج كيما الكروشيه العادي. نديرو به لي شوسون، لي فيست، ولا لي ساك، لي تابي، اي شيء يعني كيما الكروشيه العادي، لكن التقنية تكون مختلفة. تقنية الكروشيه التونسي هذه هي الغرزة الأساسية. في هذا الفيديو ان شاء الله نوريكم هذه الغرزة. تابعوا معايا تشوفوا كيفاه نخدموا بالكروشيه التونسي. نبدأ كما الكروشيه العادي، ندير عقدة البداية، وندير ندير يعني اشانتيون تاع 10 عيون. 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نخلي العين الأولى، وفي كل عين ندخل الكروشيه ونجبد الخيط حتى يعود عندي 10 حلقات على الكروشيه. واحدة عندي الأولى، واحدة نخلي هذه وندير في هذه، واحدة، زوج، 3 4 5 6 7 8 9 10. أنا كملت الجزء الأول من السطر الأول. الآن باه تفهموني رايحة ندخل اللون الثاني، باه يبان لكم الخدمة، يبان لكم يعني كيفاه يمشي الكروشيه التونسي. ندخل الخيط الثاني. الآن في الجزء الثاني من السطر واش ندير؟ رايحة في العين الأولى
نخرج ندير يعني لو كان نفس الخيط ندير جوتي، ونخرج لا جوتي من لو جوتي عفوا من العين الاولى هكذا. درك انا رايحه ندير زوج خيوط باه تفهموا، باه يبان، باه تكون الخدمه واضحه لكم اللي ما يعرفش الكروشيه التونسي. نخرجوا من العين من الحلقه الاولى فقط، ومن بعد الان ندير من زوج، واحده والثانيه نجبد الخيط، يعني درت واحد اثنين، الثالثه الرابعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هاو السطر الأول. السطر الثاني، الجزء الأول من السطر الثاني نفس الشيء تاع الجزء الأول من السطر الأول. الآن ندخل الكروشيه من هذا الخط العمودي، كتشوفوا هذه الموف، هذه اللون البنفسجي اللي هو العين، اللي الخيط اللي جبدناه من العين الأول، نجبد الخيط منها، يعني ندخل الكروشيه هكذا، ندخله هكذا ونجبد الخيط، ندير كيف نلحق ال10 حلقات، نجبد بنفس الطريقة. أو يبان جسبر. تاسعة. والخدمة ما يلزمش تكون مزيرة سينو تجيك واعرة. هاوليك السطر الجزء الأول من السطر الثاني. الآن نعاود نولي باللون البنفسجي باه تبان لكم الخدمة توجور، لأن اللون البنفسجي خليته هنا في السطر اللي فات بنفس الطريقة. العين الأولى نخرج غير وحدة، واحد بداية السطر نخرج غير العين الأولى، نزيد العين الثالثة نخرج الثانية التالية نخرج في زوج هكذا. الآن واحدة والثانية نكمل هكذا الزوج، كل مرة الخيط يعقب من زوج. ولا 10 هيك. الآن ندير السطر الثالث كيف نجبد الخيط هذه المرة من الأخضر، الخط العمودي هيك. درت زوج ألوان باه يبان يعني الخط اللي تجبدوا منه الخيط. هذه يعني غرزة الأساسية في الكروشيه التونسي. شوفوا كيف يخرج. والخدمة تاع الكروشيه التونسي تكون واقفة، ما تكونش شوفوا الجهة الخلفية
وهذه الجهة الأمامية. نزيد معكم السطر. الآن نخرج الخيط الأخضر باه يبان لكم توجور، يعني العين الأول نخرج غير وحدة هكذا. الآن زوج، واحد اثنين، عفوا يخرج من زوج، ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نزيد سطر. شتو هذا الخيط ندخل منه ونجبد الخيط. جسبها تكون الخدمة واضحة كي درت زوج ألوان، تخرج حاجة شابة. شوفوا الآن نسكر العيون بالجزء الثاني من السطر. العين توجور في بداية السطر، نخرج عين واحدة، واحدة برك، واحد، ومن بعد نخرج زوج. صافي درنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نزيد معكم السطر فيه جزئين. الآن ندخلو في الأخضر، نجبد من الأخضر يعني واحد اثنان ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمانية تسعة عشرة. ونغلق لما يكمل العين الأولى واحدة، وبعد كل اثنين. درنا الأولى واحد، عفوا ندير باللون الأخضر باه تبان لكم. العين الأولى، بعد نخرج كل زوج، اثنين ثلاثة أربعة خمسة
6 7 8 9 10. شوفوا نكمل ندير مسافة باش تبان لكم الغرزة، هي الغرزة القاعدية ولا الأساسية في الكروشيه التونسي، ونعاود نولي لكم. شوفوا كيف تبان الخدمة بعد ما زدت أسطر. هذا الوجه الأمامي، الوجه الأمامي يكون ديما يعني وجهنا يعني انفاس لينا. الجهة الخلفية تاع الخدمة هي الجهة اللي تجي من اللور، هذه هي الجهة الخلفية والجهة الأمامية. شوفوا الخدمة كيفاه تجي يابسة مقارنة مع الكروشي العادي. ان شاء الله تكون الفيديو واضحة، الطريقة تكون عجبتكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.